السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. يعني أنا عارفة إن كلنا طالعين من العيد كسلانين ومش قادرين ندخل المطبخ وعاوزين نعمل كده حاجات سريعة ونطلع على طول. فعلشان كده أنا النهاردة عملت لكم وصفة سهلة وسريعة وكمان طعمها حلو أوي. هنعمل بقى كيكة باردة لا هنحتاج فيها إننا نولع فرن ولا هنحتاج لدقيق ولا بيض، يعني في منتهى البساطة والسهولة. في دقايق هتكونوا عاملينها ومخلصينها. فدي بقى من أحلى وأخف وأطعم الكيكات اللي ممكن تعملوها. كل قطعة كده هتدوبوا في طعمها وإدمان بجد، كيكة ناعمة وعاملة زي الحرير. مش محتاجين بقى مجهود ولا أي احترافية، يعني لو بنوتة صغيرة هتعملها وهي مغمضة. تعالوا نشوف الطريقة. حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل أول حاجة الكريمة. هنحتاج بقى للكريمة 3 كوبايات من اللبن اللي هو الحليب وزنهم 600 جرام. وعلشان ما تتلخبطوش هقول لكم كده على المقادير بالكوبايه وبالمعلقه، وهكتبها لكم في صندوق الوصف، يعني كل حاجه بالميزان، يعني زي ما متعودين. حطيت على اللبن 3 معالق كبار من السكر وكميته ما شاء الله كانت مظبوطه قوي. ضيفوا بقى عليهم معلقتين كبار من النشا، وهتضيفوا عليهم كمان معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، يعني لو موجود عندكم. اما بقى لو مش حابين تحطوا كاسترد يبقى اكتفوا بالنشا وحطوا منها 3 معالق كبار، يعني لكل كوبايه لبن حطوا لها معلقه كبيره من النشا. وقلبوا بقى كل الخليط ده على البارد، يعني قبل ما ترفعوهم على النار، لحد كده ما النشا والكاسترد يدوبوا. فما ينفعش يا جماعه تحطوا النشا كده على الحليب وهو سخن او تكونوا مشغلين النار عليهم. النشا كده هيتكتل معاكوا وابدا مش هيدوب، ولا قوام الكريمه كمان هيربط. خدت بقى الخليط ده ورفعته على نار متوسطه وبفضل اقلب لحد ما قوام الكريمه يعني يتقل كده ويربط ويكون كريمي. فما توقفوش تقليب علشان الكريمه ما تكلكعش منكم او تشيط من تحت. وما بتلاقي بقى قوام الكريمه تقل معاكي بالشكل ده بنطفي عليها النار، وبتضيفي لها كده يعني حوالي نص معلقه صغيره فانيليا. عندك بودر حطي او سايله يعني اللي عندك. وفي الاخر بقى بنضيف لها كمان مكعب كده من الزبده، وبتقلبيها بقى وهي هتدوب من سخونيه الكريمه. الزبده يا جماعه بتخلي كده الكريمه معاكم ناعمه وطعمها غني جدا. شايفين؟ يعني قوام الكريمه كده خطير وناعمه وكريميه وفي منتهى الجمال. خدتها بقى وفضيتها في طبق يعني علشان تبرد اسرع. وبتغطوا بقى الوش بتاعها كده بكيس تلاجة او باسترتش راب علشان الوش ما ينشفش او يعمل طبقه او قشره مش مستحبه. وخلوه بقى ملامس للكريمه بالشكل ده. سيبوها كده على الرخامه تبرد، وعلشان تبرد معايا اسرع دخلتها التلاجة شويه. هتجيبي بقى المضرب بتاعك سواء الكهربي او المضرب العادي او حتى بمعلقه، وتقلبيها تقليبه كويسه، يعني لحد كده ما نفكك التكتل ده وتكون ناعمه معانا وسهله الفرد. بعد كده هنسيبها بقى على جنب ونروح نعمل الكريمه. جبت كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وبحب اشتغل دايما بكريمه المتحده، يعني بيكون قوامها حلو قوي. حطيت عليها 3 معالق كبار من السكر، وبعدين نزلت عليهم بكوبايه الا ربع من الميه الساقعه المتلجه. وممكن برضو تضربوها بالحليب بدل الميه. بتضربوها بقى كده كويس قوي لحد ما تتقل وتكون بقوام كريمي وناعم. واثناء الضرب لو لقيتوها مثلا معاكوا تقيله زياده عن اللزوم تقدروا تحطوا لها شويه ميه كمان، لحد كده ما توصلوا لقوام مظبوط، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. لو ما عندكوش بقى مضرب ممكن تضربوها بالمضرب السلك شويه حلوين، وضرب كده متواصل هتوصل معاكوا لنفس القوام ده بالظبط. اهم حاجه لنجاح الكريمه ان نوع الكريمه يكون كويس، وكمان لازم تضربوها بميه تكون ساقعه يعني فيها قطعه كمان من التلج. وبعد بقى ما الكريمه بقت بالقوام ده هننزل عليها بكريمه المهلبيه اللي كنا عاملينها. حطيت كميه منها وضربت لحد ما امتزجوا مع الكريم شانتيه كويس قوي. وبعدها بننزل بكميه تانية ونضرب برضو، يعني بننزل بالكريمه بالتدريج لحد ما نخلص الكميه كلها. وبأكد عليكم يا جماعه ان المهلبيه تكون بارده تماما وانتوا بتضيفوها على الكريم شانتيه، علشان الكريمه كده ما تسحش او يبوظ قوامها. شفتوا بقى قد ايه ضعفنا كده كميه الكريمه وبقت بكميه حلوه قوي. والطريقه دي تنفع لاي حشوه حلويات او تورت او جاتوهات، طعمها بيكون جميل جدا. جبت بقى كوبايه الا ربع من اللبن وضفت لهم كده معلقه كبيره من السكر، وحطيت كمان معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان. لو مش حابين تحطوا قهوه يبقى اكتفوا بالسكر وخلاص. وجبت بقى كميه من البسكوت الساده، اي نوع يعني مش شرط نوع معين. وبتجيبوا منه كميه على قد الصينيه اللي هتعمليها وعلى قد برضو كميه الطبقات اللي انت حباها. بنغمس كده البسكوتة في الحليب يعني ثواني كده وبتشيليها علشان ما تبوش منك، وبتاخديها على طول ترصها في الصينية. حطوا كده واحدة جنب التانية بالشكل ده لحد ما تخلصوا الطبقة الأولانية كلها.
ولو في بقى اي فراغات فاضية بتملوها بقطعة من البسكوت عادي. خلصتوا بقى رص البسكوت، بتقوموا موزعين عليه طبقة من الكريمة بالشكل ده. علشان بقى يكون توزيعها اسهل بتحطوا الكريمة في كيس حلواني او ممكن تحطوه في كيس تلاجة عادي، وابدأوا وزعوا الكريمة. وبعد ما تخلصوا سووها، يعني خلوها مظبوطة بالشكل ده. هنرجع بقى نرص فوقيها طبقة من البسكوت، وبتكملوا بقى بنفس الطريقة دي لحد ما تعملوا عدد طبقات زي ما انتوا حابين. فانا بالنسبة لي يا جماعة عملت 4 طبقات من البسكوت وفوقيهم كده 4 طبقات من الكريمة. فبراحتك يعني تعملي الطبقات اللي انت عاوزاها وبالسمك اللي انت حباه. اخر طبقة بقى من الكريمة بعد ما توزعوها يعني حاولوا تسووها كويس قوي، علشان يعني ما تيجي تحطوا فوقيها كده طبقة الشوكولاتة تكون برضو متسوية ومظبوطة. وبندخلها بقى التلاجة علشان تتماسك اكتر، وكمان الطبقات تاخد من طعم بعضها وتكون احلى. فهتسيبوها في التلاجة مثلا ساعة او 2 براحتكم. وقبل بقى ما تخرجوها من التلاجة تروحوا تحضروا جناش الشوكولاتة اللي هنحطه على الوش. جبت بقى ربع كوباية حليب وضفت عليه كده معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، ومكعب كمان من الزبدة صغير، او تحطوا مثلا بدل الزبدة معلقتين 3 زيت. شغلت بقى كده عليهم النار لحد ما يسخنوا كويس قوي. وبعد ما يسخنوا ويندمجوا كده مع بعض بتنزلي عليهم ب 100 جرام من الشوكولاتة الخام. يعني لو انت جايبة كده قالب شوكولاتة بتاع دريم او سما بيكون وزنه 200 جرام، فهتحطوا نصه. وانا بشرتها كده بالمبشرة يعني علشان تدوب معانا اسرع. وبمجرد بقى ما تقلبيهم كده مع بعض هتلاقوا الشوكولاتة بتدوب من سخونية الحليب، وبيكون ده شكلها وقوامها في منتهى الجمال. هتسيبوها بقى تبرد شوية علشان ما تسيحش الكريمة، فبتكون يا دوب دافية علشان نعرف نوزعها بكل سهولة. وبرضو يا جماعة يعني ما تسيبوهاش تبرد خالص علشان ما تتقلش زيادة عن اللزوم، مش تعرفوا توزعوها كويس. وطلعت بقى الصينية من التلاجة ونبدأ نوزع عليها طبقة الشوكولاتة، وعلشان هي دافية هتتوزع معاكم بكل سهولة. يعني بمجرد ما تميلوا كده الصينية يمين وشمال هتلاقوها اتوزعت وغطت طبقة الكريمة كلها. شايفين قد ايه طبقة الشوكولاتة جميلة، يعني فيها لمعة مش معقولة وعاملة زي المراية. دخلوها بقى التلاجة فترة، يعني حوالي ساعتين ولا حاجة على ما الشوكولاتة تتماسك، وبعدين بقى تخرجوها على التقديم على طول. فانا ما كانش عندي وقت وحابة اخلص الفيديو، فسبتها اقل من ساعة كده وطلعتها علشان اقطعها. انا كنت مقطعاها معاكم القطع كبيرة، يعني انتوا بقى قطعوها بالاحجام اللي انتوا عاوزينها. وخرجت بقى قطعة من الصينية علشان اوريها لكم. شايفين الطبقات حلوة قوي متناسقة ومظبوطة على الاخر. ده غير يا جماعة يعني طعمها اللي ما يتوصفش كده، قطعة من الحرير ناعمة جدا وفي منتهى الجمال. بجد ترطب على القلب، وفي كل معلقة فيها هتدوب في طعمها. كمان مش هتشبعوا منها ابدا. خفيفة كده في الاكل، وهتلاقوا نفسكم بتاكلوا كده قطعة ورا قطعة مش هتقدروا توقفوا من جمال طعمها. وحبيت هنا اوزع على قطعة منها شوية من صوص الكراميل، يعني اداها طعم وشكل كمان فوق الممتاز. وعلى فكرة ممكن تعملوها كده في قباط او في قوالب صغيرة على قد كل واحد، فبتكون حلوة قوي برضو في التقديم. كده خلاص الوصفة خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.